كمية كراهية رهيبة للإخوان، بيقول عمي محمود سعد، وزعلان من الراجل اللي قال له اتق الله ووشه مكشر، ومبسوط من المحجبات اللي كانوا بيصلوا معاه والمنتقبات اللي قالوا له الله ينور عليك وهنخلص عليهم. تعليقك بكل أدب واحترام. كن ملتزما. انا خايف اقول للاستاذ محمود، اقول له اتق الله. انا مش لابس لا جلابيه. ابتسم انا ابتسم مع دي رقم واحد. وانت بقى قميص. وبعدين انا مش كبير قوي، مش كبير جدا، ودقني مش كبيره جدا، صح، ومش يعني مقفهر جدا، ولا لون مصفر جدا، ومش لابس ساحره، ومش لابس جلابيه ومش لابس جلابيه. هو الراجل قال له اتق الله. ايه اللي يدخل كل اتق الله في الكلام ده كله؟ بيقول انا هسمعها. هو فين سمعها؟ هو مسك ده كله اصلا في الجلابيه. وعلى فكره هو في جزء من كلامه صح من باب الانصاف. النبي عليه الصلاه والسلام اللي الملابس اللي كان بيلبسها العرب، واللي كان بيفصل للنبي عليه السلام في مكه هو اللي يعني كان بيفصل طبعا انه يستوي لبس الدكتور مسعود مع الكرافته بتاعتي دي اكمل بس حاضر. انا خواجه وهو. طب اكمل حاضر والله. ما انا بسالك هل هقول لحضرتك اهو. انا بقول اللي كان بيفصل للنبي، اللي يلبسه النبي في مكه هو اللي كان بيلبسه ابو جهل. طيب. واللي كان بيلبسه النبي في المدينه هو اللي كان بيلبسه عبد الله بن ابي بن سلول. تمام. لكن هناك فرق بين زي معين يختص به او تختص به فيها فئه من الناس، هو زي يخرج عن دائره الاسلام فلا يجوز لنا لبسه. هو عمال يقول ان الجلابيه اخواننا في السعوديه وعلى العين وعلى الراس ونلبس ونعمل وكلام من ده. لا، القضيه ما كانتش اصلا، الثوب لم يكن يعني زيا خاصا باهل الجزيره العربيه، الناس كلها ما كانت بتلبسه. احنا الفلاحين عندنا مزاج يعني يتزيوا بهذا الزي. هو بيقول قرأ كل الكتب ما لقاش يعني فيه اي حاجه تتحدث عن هذا الامر. امال كان بيقرا ايه يا باشمهندس عاصم؟ هو ميكي وسمير وبعدين نقل على الكواكب يعني كتب مش مجلات. هو اخر ثقافته كده محمود سعد. لا يليق، هو قرأ كتب ورجل مثقف على كل نحفظ له حقه وغيبته. على كل يعني انا بقول له برضه اتق الله، وهنقبل منك لو قلت لنا اتق الله برضه، احنا هنتقي الله ان شاء الله عز وجل. لكن هو السؤال، انت بتقول رحت كنت بتصلي واللي قبلوك هناك الاخوات وكانوا محجبات ومنقبات، امال هم اللي رايحين الجامع هيلبسوا ايه؟ ما هو ده الطبيعي. مال اصلا اللي رايحين الجامع اي واحده ست حتى لو كانت المراه متبرجه لما تروح المسجد ستخرج متستره، وخصوصا ان هم رايحين يصلوا يوم الجمعه. ويا سيدي الفاضل اذا كان قبلك 10 او 20 او 30 او 40 او 100، انت بتقول 100. والله هناك من يكره الاخوان وفي اللي بيحب الاخوان، زي انت نفس الوضع، في ناس بتحبك وفي ناس بتكرهك. لكن هذا يعني هذه الدندنه. بس هو قال النسبه 100 لواحد. 100 لواحد ايه؟ يعني 100 قالوا له على بركه الله سر عاوزين نذبح يعني نخلص من الاخوان. طب هو مستحيل محمود سعد ايه صح؟ يعني هل محمود سعد رجل صادق يعني؟ طب وموضوع البلاك بلوك اللي قاله والمراهق لسه هنجيبه ده فيديو تاني. لا هيجيبه لك البلاك بلوك. هات والله عشان الناس تعرف هل محمود سعد صادق. انا كنت جاي، انا الهدف نبوس على ايديهم وحوار ونتحاور ونبوس على ايديهم. ابوس على ايدك يا عم محمود. والله انت بتقعد تستفز. اما قبلك ابوس على ايدك. يعني الكلام بتقوله كده بعفويه وبساطه وطيب. يا عم انا حر ابوس على ايده. بتستفز المشاهد. معلش. وبيتخانقوا فيانا في الاخر، يعني ما هم معاهم عاوزين نألف القلوب، معاهم رقم تليفون المؤلفه قلوب، عاوزين نألف قلوب. والله صحيح الناس على طول بتاكل وشينا من اللي بيتكلموا يقولوا دكتورات. طيب معلش. طب شوف، طب قول لي ازاي احنا، هو بيقول ان الشعب بيكرهكم وبيكره اشكالكم وبيكره مشروعكم. يا سيدي بينه وبين الاخوان ولا بينه وبين التيار الاسلامي صناديق الانتخابات. هو ايه الحكايه كل شويه الشعب كرهكم وصناديق الانتخابات بتقول كلام غير كده؟ لكن انا عايز اقول حاجتين. اولا محمود سعد مش ثقه عشان ينقل كلامه اللي هو قال ان كل المحجبات والملتحين تكالبوا على محمود سعد وقالوا احنا معاكم ايدينك وهنذبح الاخوان. بس هو ده بيحاول يعمل تحريض، يعني بيوحي ان في حاله من حالات العداء وان قرب خلاص الشعب يثور ويذبح الاخوان في الشوارع. يعني دي مسائل خداع. المساله الثانيه اللي عايز اقف عندها الصوره الذهنيه اللي بيحاول يرسمها للانسان اللي هو مخالفه في الفكر، متجهم، وشه اصفر ودقنه كبيره جدا. دقنكم كانوا ملتحين بس لحيه شيك زي كده بتاع الدكتور اكرم، لكن خلي بالك دقنه كبيره ولابس جلابيه والعياذ بالله. محمود سعد فاكر ان هو في مدرسه ابتدائي بيحاول يضحك على طلبه صغيرين، يرسم لهم صوره الشيطان كده ويقول لهم حاسبوا ده الاخواني، ده اللي بيدافع عن الاخوان. الراجل لابس جلابيه، اوعى لابس جلابيه.
فهو بيحاول يرسم صوره ذهنيه. انا حضرتك وفضيله الشيخ مسعود تسال ازاي نواجه دي، انا ارى ان الامر بسيط جدا جدا جدا. ان كيد الشيطان كان ضعيفا. المساله ابسط مما تتصور. يعني انا ادعو كل الشباب اللي هم الجماعه المتجهمين اللي دقنهم كبيره واللي لابسين جلابيه، خلي بالك ان هو يطلعوا له احنا مثلا عملنا دلوقتي حمله نجيب للشركه كل واحد بدله. كل صاحب جلابيه يجيب له بدله نحل اسمها المشكله. اركب معنا كويس. نعمل حمله تاني، حمله اخلاق، ان احنا نتواصل، حمله تواصل، نتواصل مع الناس. يعني هم المساله اللي انا بتزعلني من الشباب ومن الاسلاميين عموما ان هم لسه بيعيشوا مرحله العزله اللي كانت مفروضه عليهم ايام حسني مبارك. الفتره المكيه. لا فعلا، يعني ايه؟ يعني كنت انت عشان تحافظ على دينك وعلى التزامك وعلى تماسكك كنت بتكون قريب من الاخوه. دايما الاخوه يحبوا يبقوا في مجتمع مع بعض، بيعين بعضهم بعضا على الطاعه، بيبتعدوا عن الفتن، بيقوي بعضهم بعضا. يعني كانت حرب شرسه بتمارس عليهم اعلاميا وامنيا وما الى ذلك. بقول له لا، دلوقتي انت خرجت من هذا لان انت المسؤول عن الدوله وعن هذا المجتمع. الناس اديتك الثقه مش علشان تاني تتحوصل ويقعدوا. يعني انا بزعل لما القى في مدينه ما يقول لك المسجد الفلاني بتاع الجماعه الاسلاميه، والمسجد الفلاني بتاع الاخوان، والمسجد الفلاني بتاع السلفيين. ابص القى اعدي من قدام المسجد اوصل فيه القى الاخوان ظرفات ووحدانا رايحين من المسجد وجايين. يا سيدي خلاص الموضوع ده خلص. انتشر في كل المساجد، انتشر بين الناس. ايه موضوع ده؟ كان زمان ايام امن الدوله وايام الخوف من الاعتقال والخوف من كذا. لا، انت انتشر في كل المساجد، تلاقى مع الناس، اختلط بالناس.